لقد أكدت التجارب البشرية منذ فجر التاريخ أن أي قوة طمعت يوما ما في تحقيق السيادة على العالم كانت تدرك أن تأمين هذه السيادة يستلزم بسط سيطرتها على هذه المنطقة من العالم، حتى قبل ظهور العروبة والديانات السماوية. ولم تنجح أي قوة عظمى في بسط سيطرتها على هذه المنطقة التي أصبح اسمها الآن المنطقة العربية إلا في فترات ضعف الدولة المصرية وهبوط روحها. وما إن تستعيد مصر روحها القوية حتى تسارع بطرد المحتلين من أراضيها ومن بقية الأراضي المجاورة لها أيضا. وشواهد التاريخ ماثلة على ذلك، منذ الهكسوس والفرس والرومان والمغول والصليبيين وحتى الاستعمار الحديث. فهل آن الأوان أن تبعث روح مصر القديمة من جديد لتزيل الصدأ الذي ران على قلب مصر الآن؟ وهل تعود مصر لتلهم كما كانت دائما جيرانها وبقية العالم قيم العلم والحق والعدل والخير والنماء؟ نعم، لقد آن الأوان. حتى نجد تفسيرا للواقع الذي نعيشه وحتى نستطيع التنبؤ بقدر كبير في المستقبل، علينا أن ندرس جيدا التاريخ، لأن التاريخ يكرر نفسه دوما، فالصراع مستمر منذ أزمنة سحيقة، والصراع هنا بين قوى الخير وقوى الشر. من أقوى الأسلحة التي يتم استخدامها في هذا الصراع وسائل الإعلام والدعاية، ويكون استخدامها من قبل قوى الشر أقوى وأذكى وأسرع، لأنها تهيئ الأوضاع على الأرض لتقبل الناس التغيير الذي تسعى قوى الشر لإحداثه، خدمة لأهدافها وتحقيقا لرغباتها، ودائما يأتي الربح المادي في المقام الأول. Gunfire going into the sky. We hear these sound of planes coming over our hotel. لذلك تأتي السياسة ومخططاتها للتمهيد لكل ذلك. دائما ما تكون الدول الغنية بالثروات المعدنية والمواد الخام هدفا للدول الصناعية الكبرى للحصول على المواد الخام الأساسية في الصناعات الاستراتيجية المختلفة، ولضمان أسواق كبيرة وجديدة لكل منتجات المصانع والشركات الكبرى التي تمتلكها الدول المتقدمة والصناعية. بعد اندحار القوى الاستعمارية في المنطقة العربية بفضل حركات التحرر الوطني التي انطلقت شرارتها في مصر بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، عندما اعتمد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر على الفكر الوطني لمحاربة الاستعمار ومساعدة حركات التحرر في العالم العربي بل والخارجي أيضا.
انتقلت الدول الاستعمارية الكبرى إلى آليات جديدة وأساليب مختلفة لمواصلة تحقيق السيطرة على الدول الغنية بالثروات المعدنية والزيت الخام، وكذلك الدول التي تقع جغرافيا في مواقع استراتيجية. وهنا يظهر بقوة رجل اسمه برنارد لويس، ومخططه الذي استعان به مخطط السياسة في أمريكا وحلفائها من أصحاب المصالح المتشابهة في المنطقة العربية. سأتكلم بصراحة وبوضوح. يتجولون وبيدهم منشور عن شيء اسمه مشروع الشرق الأوسط الجديد. إذا استطاعوا إثبات هذا فكل شيء يمكن أن يقال فينا، ولكن إذا لم يستطيعوا إثباته فهي قلة شرف ودناءة. تركيا لها مهمة. ما هي هذه المهمة؟ نحن أحد عرابي مشروع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجديد، ونحن نقوم بهذه المهمة. طبعا أنا أنظر إلى مدينة ديار بكر على نحو مختلف بخصوص مشروع أمريكا للشرق الأوسط الجديد. يمكن أن تكون ديار بكر مركز مهم في هذا المشروع. زملائي الأعزاء، أهداف مشروع الشرق الأوسط الجديد محددة، وضمن هذه الأهداف المهمة التي وكلت لتركيا محددة. يقوم هذا المخطط على تفتيت الدول العربية وإعادة تقسيمها إلى دويلات صغيرة تقوم على أسس الدين أو العرق، فكان لكل دولة عربية نصيبها من هذا التقسيم. مصر تقع في قلب العالم، بها أهم الممرات التجارية العالمية التي تربط الشرق بالغرب، قناة السويس. يقوم المخطط على تقسيم مصر إلى 5 دويلات: دويلة في الشرق تحت النفوذ اليهودي لتشمل سيناء والسويس، ودويلة في أعالي الدلتا إسلامية، دويلة مسيحية من حدود مصر الساحلية إلى البحر المتوسط حتى الوسط ومعها أسيوط، دويلة في الوسط من حدود النيل إلى حدود البحر الأحمر تدخل نطاق إسرائيل الكبرى، دويلة النوبة في الجنوب. أهم المضائق تقع في المنطقة العربية وهي الممرات إلى القارات الكبرى. من يحكم السيطرة عليها يضمن السيطرة على حركة الملاحة في كل العالم، وهنا ندرك انتشار الأساطيل الأمريكية البحرية وسعيها الحثيث في ذلك. ابتدي بمصر، هيقسم مصر إلى 5 دويلات، دولة تحت تحت النفوذ اليهودي وهي دي شرق الدلتا وسيناء بالكامل، ثم دويلة مصر الإسلامية وتشمل الدلتا دلتا مصر، ثم الدويلة المسيحية وتشمل من من اسكندرية إلى مرسى مطروح وغرب الدلتا وبتمتد إلى جنوب أسيوط في اتجاه الغرب النيل، دي الدولة المسيحية. ثم دولة إسرائيل، جزء اللي هو باللون الأصفر قدامنا في الخريطة ده يدخل ضمن إسرائيل، نطاق إسرائيل الكبرى. ثم دويلة النوبة ودي جنوب أسيوط وتمتد حتى خط عرض 22 اللي هو حدودنا مع السودان، والنوبيين يسكنون أيضا جزء من شمال السودان، وبالتالي جزء من شمال السودان زائد جزء من جنوب مصر يشكلوا دويلة النوبة فيها النوبيون. ده بالنسبة للتقسيم في مصر. سوريا تقسم إلى دويلة درزية ودويلة علوية شيعية، دويلة حلب السنية، دويلة دمشق السنية. العراق يقسم العراق حسب المخطط إلى دويلة كردستان، دويلة سنية، دويلة شيعية، دويلة كردستان التي تجمع فيها أراضٍ عراقية وإيرانية وسورية وتركية وسوفيتية سابقة. بالنسبة لسوريا والعراق الحقيقة الخريطة اللي قدامنا ديت بتعبر عن سوريا والعراق، سوريا لونها بالأخضر والعراق لونها بالأصفر. فيها نشوف بقى التقسيمات الطائفية اللي موجودة في سوريا هتتقسم ازاي وفي العراق هتتقسم ازاي. بالنسبة لسوريا فيها الطائفة العلوية ودي هيبقى مجموعة موجودة في شمال غرب العراق، وطائفة درزية الدروز في منطقة جبل الدروز، ثم دويلة حلب السنية، ثم دويلة دمشق السنية أيضا. يبقى سوريا هتتقسم إلى 4 أقسام طبقا للتقسيم الطائفي اللي موجود فيها. لو بصينا بقى للخريطة قدامنا هنجد في الجزء الأخضر بتاع سوريا، الجزء الأصفر
العراق، في جزء بنفسجي فوق بيشمل الاثنين ودي تركيا. شوف بقى هيعمل الدولة الكردية هتاخد جزء من هذه الدول الثلاثة اللي موجودة، هتبقى دويلة كردستان. دويلة كردستان وبتشمل أجزاء من أراضي اللي فيها التجمع الأكراد سواء في سوريا أو في العراق أو في تركيا، وتبقى اسمها دولة كردستان. ثم في شمال غرب العراق ايضا هيبقى في دويله سنيه، السنيين متجمعين في او التجمع بتاعهم في الشمال بالنسبه للعراق. ثم الشيعه، دويله الشيعه اللي هي هتكون في جنوب سوريا، علشان في جنوب العراق لانها ملتحمه مع الشيعه اللي موجودين في ايران، وبالتالي بيكونوا هذا التجمع. في بقى بيقولوا او بيسموهم احد شيعستان، كردستان، سنستان، دي تسميات ايضا لهذه الدويلات مطروقه. السودان. حسب المخطط سيقسم السودان إلى 3 دويلات: دويلة الشمال أو شرق السودان، ودويلة الجنوب، وقد حدث ذلك بالفعل الآن، دويلة دارفور. دول الخليج العربي. تقسم شبه الجزيرة العربية بكل دولها على أساس مذهبي إلى دويلة الإحساء الشيعية في الشرق، دويلة نجد السنية في الوسط، ودويلة الحجاز السنية. دول المغرب العربي. ليبيا تقسم إلى دولتين: شرق ليبيا وغرب ليبيا، دويلة الأمازيغ، دويلة البربر. إسرائيل. ستكون هذه الدولة الأكبر جغرافيا والأقوى بفضل هذا التقسيم، وستضم إليها أراضٍ من كل الدول المجاورة لها من مصر والسعودية والعراق وسوريا ولبنان. خريطة إسرائيل الكبرى طبعا حضرتك زي ما انت شايف واخدة جزء من السعودية، جزء كبير من السعودية، جزء من مصر، من شرق الدلتا بالكامل وسيناء بالكامل وبالكامل، واخدة الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين. هي دي الأحلام من النيل إلى الفرات. طبعا هنا الخطورة خطورة التفتيت والتقسيم. شفت لبنان 8 أقسام، يعني عايز لبنان النهاردة هو حط التجمعات الدينية والعرقية والقبلية والأثنية كلها في 8 مجموعات. إذن هي قوة الدولة في وحدتها وليس في تفتيتها. وبالتالي الدول العربية احنا كلنا ليه الغرب خايف من الوحدة العربية؟ خايف ليه من ان دولتين يتحدوا مع بعض زي ما عملنا اتحاد سنة 1958 مصر مع سوريا، وكانت هدف باستمرار لضرب هذه الوحدة من الدول الاستعمارية لانها بتبقى قوة، لان الاتحاد فيه قوة. وبالتالي عملية التفتيت دي بتساعد إسرائيل انها الدولة العنصرية اللي موجودة في المنطقة لكي تكون هي الدولة المهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. إلى جانب برنارد لويس سنجد بعض الأسماء التي ظهرت في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي، وقد جاءت بنظريات اعتمد صناع السياسة الغربية والأمريكية تحديدا عليها في التخطيط للتعامل مع المنطقة العربية. ظهر شخص يدعى صامويل هانتينغتون وطرح في كتابه صراع الحضارات حتمية للمستقبل في العلاقة بين الشرق والغرب، أو بين الإسلام كحضارة بكل منتجاتها وبين الحضارة الحديثة والمدنية التي تمثلها الحضارة الغربية وأمريكا كرمز لها. ثم جاء كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما ليحمل فرضية مشابهة، لتبدأ الأحداث على خشبة مسرح الحياة لتمثل تحولا من النظريات والمخططات إلى واقع على الأرض.
إن تداعيات أحداث 11 من سبتمبر خلقت واقعا جديدا وجملة من الإجراءات والقوانين الاحترازية في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في التعامل مع العرب والمسلمين، حيث كانت الأسماء المعلنة في وسائل الإعلام هي من نفذت حادث الاصطدام ببرجي التجارة العالمية بكل ما يحمله هذا المكان من رمز لرأسمالية الغرب. في واقع الأمر تظهر في الهيكل الاستخباري الواحد عدة مجموعات تتصارع مع بعضها البعض باستمرار، وفي كل مسألة تمس العراق أو إسرائيل أو أي مسألة في الشرق الأوسط ينشب صراع داخلي حاد. كانت هذه المجموعات تخوض صراعا قاسيا وتشن الهجوم على بعضها البعض، وهذا ما حدث أيضا قبيل 11 من سبتمبر بقليل. كان ثمة فريق يريد الحصول على أي ذريعة لشن الحرب على العراق، وكان ثمة فريق آخر لا يريد حربا جديدة. كانت المراهنة كبيرة إلى درجة أن جورج بوش أعلن في أبريل ومايو أنه لو حصل صدام حسين على أي معلومات عن هجوم محتمل على الولايات المتحدة ولم يبلغنا بها فسوف نعلن الحرب على العراق، وبذلك حاول تهيئة المجتمع الاستخباري بأنه ينبغي توقع شن الحرب على العراق إذا لم يقدم معلومات عن الهجوم المحتمل على أمريكا. وأيا كانت الروايات سواء الرسمية أو الأخرى حول حقيقة منفذي هذا الحادث الإرهابي، فإن النتيجة كانت حروبا استباقية فيما بعد قامت بها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش في أفغانستان للقضاء على تنظيم القاعدة وطالبان، وأيضا الحرب على العراق بحجة امتلاك نظام صدام حسين آنذاك لأسلحة كيميائية ثبت فيما بعد أنها كانت كذبة كبرى. بعد أن وقعت هجمات 11 من سبتمبر وتوجهت إلى الدبلوماسيين العراقيين لأستفسر ماذا لديهم من معلومات، قالوا لي: سيوزي، لماذا لم تمنعوا هذه الهجمات؟ كنتم تعرفون أكثر من أي طرف آخر باحتمال حدوثها، كنتم تتحدثون عن ذلك طوال الصيف، ماذا تريدون منا الآن وقد طلبنا منكم أن ترسلوا فريقا استخباريا إلى بغداد للتأكد من أننا لا نعرف شيئا عن ذلك؟ لماذا لم ترسلوا إلينا عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي؟ ألم نطلب منكم إرسال فريق إلى بغداد؟ بل رجوناكم. أتعرفين لماذا لم ترسلوهم؟ لأنكم وضعتم مخططا لقصفنا، خططتم لذلك مسبقا، كنتم تعرفون أن الهجوم سيقع، كان بوسعكم إرسال رجال مكتب التحقيقات إلينا، ولكنكم لم تفعلوا لأنكم أردتم أن تجدوا ذريعة لضربنا من خلال اتهامنا بالمؤامرة ورفض التعاون. قال الدبلوماسي العراقي: هل تريدين أن تعرفي من وراء 11 من سبتمبر؟ انظري في المرآة. أنا لا أستطيع أن أتصور كيف ستمثلون أمام الرب. لكن الوحل الذي غارت فيه قدم أمريكا في العراق وأفغانستان وعدد الضحايا من الجيش الأمريكي جعل هناك حاجة إلى تغيير في وسائل الحرب المستمرة لتحقيق مخطط السيطرة على المنطقة العربية، وذلك في سنوات النصف الأول للعقد الأول من الألفية الجديدة. قالوا لي أيضا: سيوزي، الموساد هو الذي يقوم بنشر الشائعات عن أن الهجمات من صنع العراق، إنهم يحقدون على صدام حسين منذ أن قصفهم بالصواريخ وينتظرون لحظة الانتقام، وأنتم أيضا حقدتم عليه إلى درجة أنكم قتلتم 3000 أمريكي لأنكم لم تستطيعوا التخلص منه طوال السنوات الماضية. ما هذا الذي أصابكم؟ كانت عندنا قناعة أنه الحرب قادمة، وأنه الآلة الإعلامية الأمريكية سخرت الرأي العام الدولي والداخلي بهذه القوة. عملية التراجع عن الحرب أصبحت عملية صعبة من طرفهم. احنا في بعد 2001، بعد 11 سبتمبر 2001، عملية معالجة الموضوع ودرء الحرب من طرفنا احنا أصبحت عملية صعبة، يعني فات الأوان. كان المفروض احنا يعني قبل هاي الفترة عندنا مجال أنه احنا ممكن إذا قدمنا تنازلات كبيرة ممكن نصحح الوضع مع أمريكا. بس بعد 11 سبتمبر ومجيء التيار المتشدد على رأس القيادة الأمريكية وخاصة في وزارة الدفاع، أصبح الموضوع صعب جدا، لأنه اللوبي
اليهودي في أمريكا اشتغل بقوة على هذا الموضوع، وكان مصمم أن يسقط النظام في العراق. وإذا تلاحظ الهيئة السياسية، طبعا اللي قادت الحرب في أمريكا هي وزارة الدفاع، وتحديدا الهيئة السياسية في وزارة الدفاع. الهيئة السياسية في وزارة الدفاع كانوا خمسة يهود، كلهم يهود كانوا، هم اللي قادوا الحرب. وتشوفهم الآن اختفوا كلهم، خرجوا خارج التاريخ كلهم. بدأت مؤسسات المجتمع المدني في الظهور والعمل في مصر والعالم العربي عبر برامج التمويل الأمريكية والبرامج التابعة للاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مجموعة من الأسماء كان في مقدمتها مركز ابن خلدون، وبعض منظمات المجتمع المدني العالمية في مقدمتها المعهد الجمهوري، المعهد الديمقراطي، ومعهد كارنيجي، ومنظمة فريدم هاوس. كل ذلك تحت عنوان مشاركة المجتمع المدني للحكومة في حل المشكلات ومراقبة الأداء الديمقراطي. وبالتزامن ظهر ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام الجديدة، التي تجعل من المواطن مرسلا ومستقبلا، بل ومشاركا في صناعة الحدث. وبدأت التهيئة على الأرض لمرحلة التغيير العظمى، والتي بلا شك ساعد على نجاحها حتى قبل التوقيت المحدد لها، وهو عام 2015، الأنظمة العربية المستبدة والتي شاخت في كرسي الحكم. هذا إلى جانب تردي الأوضاع المعيشية وزيادة الفقر والجهل والبطالة وقمع الحريات، لتكون بداية المحطة الأولى لقطار الربيع العربي.